بجد اكتشفت ان احنا كستات فعلا بنكبر المواضيع. ايه اللي احنا كنا بنحطه لعجينة البيتزا ده؟ انا متأكدة ان انتي وانا وكلنا كنا بنعمل البيتزا غلط. هقول لكم بقى النهارده الطريقة الصح بجد اللي هي بتاعة المطاعم للبيتزا، اللي هتخليكي تعملي بيتزا تحفة تحفة تحفة. والله العظيم ولادك هيقولوا لك انها فعلا جاية من مطعم. اعملي لايك للفيديو وتابعي الفيديو الاخر عشان كل معلومة فيه هتفيدك جدا. اول حاجة العجينة بتاعتنا بسيطة بساطة مش طبيعية. انا حطيت 3 كوبايات من الدقيق وحطيت عليهم معلقة واحدة ممسوحة من الخميرة ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر وربع معلقة من البيكنج باودر، وهنعجن بمية دافية. وتقريبا مقدار المية اللي انا حطيتها حوالي كوباية وربع. لا حطيت زيت ولا حليب ولا زبادي ولا بيض ولا اي حاجة غير اللي قلت لكم عليهم ده. وهنبتدي نعجنها بمعلقة زي ما انتوا شايفيني بعمل بالظبط. بلم العجينة انا عايزاها على فكرة ملزقة. وهنا حسيت ان هي اتلمت قوي، وعلشان انا عايزاها ملزقه شويه فحطيت لها حاجه بسيطه من الميه تاني، وبدات ان انا اعجن لحد ما العجينه تبقى بتنتش معايا في ايدي كده، تبقى ملزقه شويه. هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين منظر العجينه عامل ازاي؟ كانها لسه محتاجه تتعجن، وهو ده المطلوب لان البيتزا مش بتحتاج عجن كتير عكس ما احنا فاهمين. وهنا حطيت لها حوالي 3 او 4 معالق من زيت الزيتون، وبدات ان انا الم العجينه كويس جدا واغطيها بزيت الزيتون. ولو مش عندك زيت زيتون ممكن تحطي زيت عادي. غطيتها بفوطه وسبتها تخمر، وبدات هنا ان انا اعمل صلصه البيتزا. حطيت هنا معلقتين كبار من زيت الزيتون، ونزلت عليهم بفص واحد او فصين من الثوم يكونوا صغيرين يعني مش فصين كبار، وبشوحهم كويس قوي لحد ما لونهم يصفر. وانزل عليهم بعصير طماطم او صلصه. طبعا انا هنا كانت صلصه عندي جاهزه، كنت سبحان الله كنت بعمل صلصه عشان اعينها في الفريزر، فخدت منها مغرفتين 3 كده. حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بقى محترمين من الزعتر والاوريجانو. حلو قوي 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 مع صلصه البيتزا وبيدي طعم خطير. هسيبها على النار تتقل شويه لحد ما تاخد القوام ده. والله مش قادره اقول لكم بجد ريحتها كانت عامله ازاي وطعمها حلو قوي لدرجه انك ممكن تغمسيها بالعيش الفينو وطعمها تحفه. وهنا كان عندي صدور متبله. التتبيله بتاعتها بسيطه جدا، بابريكا وملح وفلفل وبهارات فراخ، يعني تتبيله كده من اي بهارات بتحبيها. وخلطت البهارات دي بشويه زيت وغطيت الصدور بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فهي كانت عندي في الفريزر اوريدي متبله، فطلعتها على طول على الزيت، شوحتها كويس قوي. وبعد ما اتشوحت كويس قوي بدات ان انا اسيبها على النار لحد ما تستوي كويس جدا عشان استخدمها في البيتزا. وهبتدي هنا اقطع مشروم، ويا ريت المشروم يبقى فريش لان فعلا بيفرق جدا في البيتزا. واقطع كمان شويه من الفلفل الاخضر شرايح رفيعه، واقطع كمان شرايح من البصل رفيعه. وتعالوا بينا نشوف العجينه بتاعتنا وصلت لفين. بصوا ما شاء الله خمرانه وحلوه جدا. تعالوا بقى نجيب الصينيه اللي هنشتغل فيها. وحقيقي افضل تسويه للبيتزا هتبقى في صينيه الومنيوم. دهنتها زيت زي ما شفتوا كده، وبدات ان انا اجيب العجينه واحط ايدي فيها في النص، واحاول ان انا اخلي العجينه ليها اطراف تبقى الاطراف بتاعتها عاليه شويه، زي ما انتوا شايفيني شغاله بالظبط من جوه لبره لحد ما تاخد شكل الصينيه والحجم بتاعها. شايفين عماله اضغط من النص لكن مش بضغط خالص من الاطراف علشان ما اطلعش الهواء من العجينه من الاطراف. لو حسيتي العجينه ما بتتفردش معاكي يبقى العجينه محتاجه ترتاح حبه كمان، فانت بتسيبيها في الصينيه وبعد شويه ترجعي تكملي اللي انت كنت بتعمليه. بس كده. وبعد ما بنفردها بنجيب شوكه ونبتدي ان احنا نغرس كده علشان الجزء اللي في النص لما نحط عليه الحشو ما يعلاش قوي. وهنا هنبتدي ان احنا ننزل بصلصه البيتزا، وسبت منها شويه هقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. وهنا بدهنها كويس قوي. انا بصراحه بحب اكتر قوي صلصه البيتزا لان هي دي اللي بتعمل طعم للبيتزا. بعد كده هجيب صدر الفرخه بعد ما استوى طبعا وبرد كده شويه، هقطعه شرايح زي ما انتوا شايفين علشان ناخدها ونحطها على البيتزا. وطبعا ممكن تعملي الحشوه اللي تحبيها، ممكن تحطي لحمه مفرومه او بيبروني او مثلا تحطي بسطرمه وجبن براحتك خالص. اول حاجه ببتدي ان انا احط شويه جبنه، مش دي الاساسي بتاعنا، احنا هنحط شويه صغيرين وبعد كده هنكمل بقيه المكونات. واخر حاجه على الوش برضو هنحط جبنه تاني. هنا بدات ان انا انزل بالفراخ زي ما انتوا شايفين واوزعها كويس قوي على البيتزايه عشان تبقى يعني كلها محشيه كويس. حطيت شويه فلفل وهنحط كمان المشروم وشويه من البصل. الموضوع سهل جدا يا جماعه، والله العجينه بجد سهله موت، يعني انا ما تخيلتش ان العجينه السهله دي هتطلع جميله كده. واخر حاجه خالص هي شويه موتزاريلا محترمين كده على الوش. هنا جبت معلقه من الزبده سيحتها وحطيت عليها معلقه من صلصه البيتزا اللي عملناها، وهنبتدي ندهن بيها الاطراف زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل نفس الكلام بس لما تطلع من الفرن. بجد يا جماعه بتفرق في الطعم بطريقه فظيعه. بجد اول مره اكل بيتزا احس ان انا باكل عجينه فعلا بتاعت بره، حلوه قوي قوي قوي. وبالنسبه للتسويه فانا سخنت الفرن على درجه حراره 200، وبعد كده حطيت البيتزايه تحت خالص على الارضيه خالص لمده 5 أو 7 دقايق، وبعد كده رفعتها على الشبكه في النص. وعامه هي مش بتاخد اكتر من ربع ساعه تلت ساعه في التسويه لان طبعا احنا معلين الفرن وهي ما بتاخدش وقت.
ممكن في اخر 3 ثواني او 4 ثواني بالعدد تفتحي الشوايه علشان تاخد لون من فوق لو انت حابه. وبالنسبه للناس اللي فرنها بيفتح من تحت ومن فوق مع بعض ممكن تفتحهم مع بعض بس تتابع، لو حست ان هي اتحمرت بزياده من فوق تطفي الشوايه وتكمل فرن. اخدتوا بالكم ان انا دهنت زبده وبرده صلصه بيتزا لما هي خرجت من الفرن؟ بتفرق قوي يا جماعه والله. وهنا بقى بدات اقطعها ومش قادره اقول لكم يا جماعه والله العظيم كانت تحفه ازاي، بجد رهيبه. الجبنه سايحه والتسويه بتاعتها من تحت زي ما انتم شايفين خطيره، طعم العجينه خطير رغم بساطتها، وصلصه البيتزا عالميه بجد. جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي. عاوزه اقول لكم من كتر ما ولادي انبهروا بيها عملتها كمان تاني يوم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وكومنت حلو زيك. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.